وتعالوا دلوقتي أحكي لكم حكاية غريبة فيها جري وخوف ومفاجآت، بس أهم من كل ده فيها درس عمرك ما هتنساه. في يوم من الأيام كان في حطاب بسيط ماشي في حاله بيجمع حطب من الغابة عشان يعملوا أكوام وياخدوا معاه على بيته. وهو شغال كده فجأة شاف شاب جاي بيجري عليه وهو بيترعش من التعب ووشه كله خوف. الشاب أول ما وصل للحطاب قاله وهو بيتنفس بصعوبة: يا عم الحاج والنبي خبيني عندك، في ناس ورايا عايزين يقتلوني ولو شافوني هيموتوني. الحطاب بصله وقال له: طيب خش جوه الكوم الكبير ده من الحطب وانا هغطيك ومحدش هيشوفك. فعلا الشاب دخل والحطاب غطاه بالحطب كويس وكمل شغله كأنه ولا اي حاجة حصلت. بعد شوية جت 2 رجالة بيجروا ناحية الحطاب وقالوا له: انت شفت شاب عدى من هنا شكله كده وكده؟ الحطاب بكل هدوء قال لهم: شفته وخبيته هناك في الكوم الكبير ده،